فيديو النهارده يبقى تحدي معرفة النادي المشترك بين اللعيبة. النادي اللي اللعيبة دي لعبت فيها، سواء لعبوا مع بعض او سواء كانوا لعبوا قبل كده. فلو مشترك في القناة انزل اشوف القناة وفعل الزر عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ. فيلا بينا بقى كده. اول لاعب فيليكس ودي ماريا. دي ماريا بيلعب دلوقتي في بنفيكا، وفيليكس كان بدأ في بنفيكا. فالنادي المشترك هو نادي بنفيكا البرتغالي. ليتس جو. اول واحدة صح. تاني نادي معانا اشرف حكيمي وتيو هرنانديز. فده ريال مدريد. ريال مدريد كانت عندها احسن اظهرة في العالم دلوقتي بتعاني مندي وفاسكتس للاسف. تالت نادي ميسي ومارادونا. برشلونة. اتنين لعبوا برشلونة فيسكا برشا فيسكا كاتالونيا. وتالت نادي صح. رابع نادي بقى معانا ما بين ابراهيموفيتش وفليب ميلو. فليب ميلو لعب في انتر، وزلاتان لف على انديه ايطاليا كلها في انتر ميلان. فالنادي المشترك هو انتر ميلان. ملحوظه والله ما بتفرج على الفيديو اول مره. وخامس نادي ليفاندوسكي واوباميانج. الاتنين لعبوا في بروسيا دورتموند. يلا بروسيا دورتموند ليتس جو. سادس نادي بقى يبقى مين ابراهيم دياس وكانسيلو. ما هتبقى في السيتي. ابراهيم دياس لعب في السيتي، فهتبقى السيتي سيتيزنز مانشستر سيتي. والنادي رقم 7 سواريز وفيرمينو. الاتنين لعبوا في ليفربول، من احسن المهاجمين اللي جم في تاريخ ليفربول اصلا. ليفربول من ساعه فيرمينو مش عارف يعوض فيرمينو. كان بعد سواريز عوضه في فيرمينو، دلوقتي مش عارف يعوض فيرمينو. وتامن نادي اوسيمين وايكاردي. الاتنين اعتقد اصلا بيلعبوا مع بعض دلوقتي في جلسة السراي. التركي. والنادي رقم 9 بقى راموس وكافاني. الاتنين لعبوا في باريس سان جيرمان. كافاني واحد من الهدافين التاريخيين لباريس. باريس سان جيرمان PSG. النادي رقم 10 دي بروين وكانتي. الاتنين لعبوا في تشيلسي. دي بروين لعب في فلوسبورغ وتشيلسي ومان يونايتد. واجهته المقبلة بقى لو انت خمن في الكومنتات بقى هيروح في دوري سعودي دوري امريكي. والنادي رقم 11 بيليه ونيمار. نادي سانتوس. والله ما اتفرجت على الفيديو بس عشان انا حافظ بس. نيمار سانتوس. والنادي رقم 12 شانهالوجلوج ودوناروما. هكان شانهالوجلوج لعب في الميلان، ودوناروما بدأ في الميلان قبل ما يروح باريس، فانه نادي اس ميلان. والنادي رقم 13 بافارد ومزراوي. الاتنين لعبوا مع بعض، لا مش مع بعض، لعبوا في بايرن ميونخ. ليتس جو. النادي رقم 14 تراوري وميتروفيتش. تراوري انتقل، ميتروفيتش لعب في فولهام وبعد كده الهلال. تراوري في فولهام، يلا ادام تراوري. اللاعب رقم 15 بيليند ودي باي. الاتنين لعبوا مع بعض في اكس. مش شرط يكون هو دي باي لعب في مانشستر يونايتد. غلطة. فينيسيوس وباكيتا فلامينجو. لوكاس باكيتا فلامينجو. النادي المشترك بينهم هو فلامينجو. والنادي رقم 17 لاكازيت وبيليريني. ده بيليريني ارسنال. نادي ارسنال. انه الجانرز اللي سحق ريال مدريد من كام ساعة 3-0. رايز جونين مختليان وجندوجان. فالاتنين لعبوا في بروسيا دورتموند. اللي رايس عمله الصراحة ده يعني الفاولين، يعني مش ازاي كريستيانو وكيزا يوفنتوس. يعني الكرة لفة. توقعاتك بقى في العودة ريال مدريد هيعمل ايه؟ قولي برضو في الكومنتات لو انت واصل لحد هنا. النادي رقم 20 مرموش وكولومواني لعبوا مع بعض في اندرلخت فرانكفورت. كولومواني دلوقتي اللي بيلعب متألق مع يوفنتوس، بس اندرلخت فرانكفورت. اللاعب رقم 21 كوفازيتش وكازيميرو. الاتنين لعبوا مع بعض فين في ريال مدريد. والله لا يبان عليا غاشش بس ما عامل مش عارف. ريال مدريد. و22 كفاراتسخيليا وكوليبالي لعبوا في نابولي. كوليبالي لعب في نابولي
وبعد كده تقريبا لعب في تشيلسي او طلع على طول بقى على الهلال، مش فاكر قوي، بس هي نابولي صح. ما تعملش نفسك مثقف يا عم الحاج عشان انت هتغلط. كورتوا وستيرلينج. كورتوا لعب في تشيلسي، ستيرلينج لعب في تشيلسي، فالنادي المشترك هو تشيلسي. تشيلسي تشيلسي تشيلسي. 24 برشلونة. ويو جريزمان، اقول برشلونة. جريزمان ما لعبش غير في اتلتيكو برشلونة، اتلتيكو برشلونة، اتلتيكو برشلونة، اتلتيكو برشلونة، وما كسبش الدوري في الفرقتين الحمد لله. 25 تونالي ودالوت. ما ميلان، مش عارف، ما مش مانشستر، فميلان. ميلان. انا اول مرة اعرف ان دالوت لعب في ميلان. تونالي عارف اللي هو في ميلان. سانشيز وشاكا. ارسنال. ارسنال. ليتس جو ارسنال ارسنال. على ارسنال. هل ارسنال هتروح نص نهائي وتطلع على النهائي على طول تقابل برشلونة؟ هل هتكسب باريس؟ الابا وسابيتزر لعب في بايرن ميونخ. سابيتزر في بايرن ميونخ. 28 يلا. نونيز وراموس. نونيز اسوأ صفقة في ليفربول، جت من بنفيكا. راموس من بنفيكا لباريس، فبنفيكا. يلا يلا يلا. 29 وتاميندي وسانيه لعبوا مع بعض، اعتقد كمان مع بعض في السيتي على ما اعتقد، يعني في السيتي، مانشستر سيتي. واللاعب رقم 30 اندريك وفيتر رايس، صفقة السيتي الجديدة. اللي هو سلت بالميراس. والله ده اللي كان في، بس بخش مع سلتك، بيخش مع سلتك. هنحسبها غلطة ولا غلطة كده؟ غلطتين. اريكسن ولوكاكو. هو لوكاكو لعب في مانشستر، مش فاكر بقى لعب فين تاني. هو لوكاكو لعب في مانشستر، فالنادي المشترك عادي مانشستر تبقى صح. تشاوميني وفلاكو، معرفش اللاعب ده اصلا، بس تشاوميني جاي من ليل، فلا في ليل. هو تشاوميني مش جاي من ليل برضو. 3 غلطات. ديليخت وكوفيزيتش لعبوا في اليوفي، واعتقد كمان لعبوا مع بعض يوفنتوس على ما اعتقد يعني، بس يوفنتوس. 34 زياش وديونج لعبوا في اياكس. مش عارف بقى زياش لحق ديونج قبل ما ينتقل لبرشلونة ولا لا، بس اياكس. واللاعب رقم 35 هالاند وبيلينجهام لعبوا مع بعض في بروسيا دورتموند. انه بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند. سانشو وباميانج وليفاندوسكي وهالاند ورايس وغاندوجان. نونيز واوغارتي. مش عارف بقى دي بورتو. ما هو اللي فاضل في البرتغال، هالر ورايس. مع رايس انا اللي عارف اللي هو لعب في وستهام بس. هالر ما اعرفش لعب فين تاني. وستهام بس الحمد لله، وستهام هي سهله سهله. 38 تيو وكوستا. هو تيو لعب في الميلان ولعب في ريال مدريد، مش عارف ميلان اتلتيكو، مش عارف. انا حسدت نفسي ولا ايه؟ ماكاليستر ووايت. ماكاليستر لعب في بوكا جونيور ولعب في برايتون، فانا اقول برايتون عشان ما اعرفش الصراحه هو لعب فين اصلا. واخر لاعب رقم 40 مارتينيز وتشيزني، فانا لسه شايفه اصلا على تويتر، فهي ارسنال. النادي المشترك هو ارسنال. بس كده كان الفيديو بتاعنا خلص. عاوز تشوف لايك وسبسكرايب. والله ما بشوف الفيديو، انا بشوفه لاول مره، فقول لي برضو انت جاوبت كام واحده في الكومنتات. وبرضو في الحلقه احنا سالنا اسئله ريال مدريد يعمل ايه كل حاجه، قول لي برضو في الكومنتات. بس كده استنى الفيديوهات الجايه كتير، واشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.